تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين كلها. أول يوم في رمضان، وأنا هستأذن منكم إننا هناخد أجازة في الشهر الفضيل، ونرجع إن شاء الله أول سبت بعد العيد. يلا بينا، بسم الله نبدأ الحلقة. بالنتيجة الرقمية الزمالك يتصدر مجموعة معقربة وعليها عفريت أفريقي بعد تعادل مع فريق ما عندوش دوري وبيلعب بره أرضه وبعيد عن جمهوره اللي هم كانوا 1000 واحد في تونس. بعيدا عن الكلام بتاع أصل الناس يتأخر في التغييرات، وإن شيكا كان لازم يخرج بين الشوطين وباسم كان لازم يريح، وإن ستانلي كان المفروض ينزل بدري قوي. هو كده اختصار الماتش يا سادة هو عودة اللامبالاة عند لاعيبة الزمالك وكارثة في التسليم والتسلم. اللعيبة رجعت مرة واحدة بدون روح بجد، باستثناء معروف وفتوح والونش وجبر والشناوي وشوية طارق حامد. مفيش كورة مشتركة عرفنا نخلصها، مفيش لعيب نشف على لعيبة الفريق الليبي، حاجة توتو موتو خالص. الفريق الكبير هو اللي بيعرف يخلص ماتش من فرصة أو اتنين، لا ده بيخلص بطولات من فرصة أو اتنين كمان. حذرت قبل كده من كمية الفرص الكبيرة اللي ضاعت في ماتش كابس يونايتد، وقلنا وقتها ان في ماتشات مش هينفع اننا نضيع كل ده، وان افريقيا اخطف واجري. وبعدين ايه كمية الميس باص اللي اتعملت دي؟ وبعدين ايه اسامة ابراهيم ده؟ ايه؟ ايناسيو قدامه جبل من المشاكل لازم يتهد. ربنا يصبر عليك صاحب الخرارة، شايف فيك وفي شغلك امل. النتيجة اللي عملها كابس مع اتحاد العاصمة كويسة ومنيلة ب60 نيلة في نفس الوقت. كويسة عشان ركبتنا المجموعة، ومنيلة لأنها دخلت منافس جديد على بطاقتي الصعود. وفي نفس الوقت اتحاد العاصمة هيستقتل على كل نقطة في الماتشات اللي جاية، مش هيقبل انه يخسر لأنه عارف ان خسارة كمان 80% هو بره. يعني ماتش يوم 2/6 مش هيكون سهل، ولازم لعيبة الزمالك وجهازه يرفع لافتة للرجال فقط، ويا ريت الجمهور اللي يروح هو كمان يرفعها. مش عايز جمهور بيتفرج. مفيش فرصة للصعود إلا من خلال حصد ال4 نقط على الأقل من ال6 في الماتشين الجايين، وبعدها الدنيا هتتسهل على الآخر، ومش هنكون في ماتش كابس يونايتد الأخير مضطرين إننا نلعب على المكسب أصلا لأننا هنكون صعدنا. كل التوفيق للزمالك، عاش الزمالك. بيقول لك غير لي حالي هرب، قصدي كل بالي هرب. يا نهار اسود. بعيدا عن القلش والكلام الكتير، انا مش مقتنع الا بحاجه من اتنين: اما ان عنده بجد العذر وفيه مصيبه عنده في لندن وهيرجع تاني ويتقبل العقوبه من اداره الاهلي زيه زي اي محترف، او ان موضوع المنشطات دي حقيقه، وساعتها هنشوف الاخ احمد الرئيس الجديد للكاف غير فعلا في الاتحاد ولا زيه زي غيره. على العموم انتوا ولاد حلال وتستاهلوا، بالهنا والشفا ان شاء الله. بالمناسبه، اللي بيقارن هروب لعيبه الزمالك في حقبه ممدوح عباس الله لا يرجعها زي اجوجو وسام العبدي وغيره، انا معترف، بس الناس دي ما كانتش بتاخد فلوس، يعني معاهم حق. انما الباشمهندس ابو 30 مليون ده ظروفه ايه ان شاء الله؟ النهار ازرق، خمره يا عاطف، يلا تعيشوا وتاخدوا غيرها. ماتش الداخليه بتاع يوم الاحد الجاي هيجنن الناس. ناس زي كده تقول ماتش غير مهم، واحنا برضو لسه ماتشات الدوري بالنسبه لنا تحصيل حاصل، احنا بنجهز. وناس تانية تقول ان الامل في الحصول على المركز الثاني لسه موجود، وخصوصا لو ماتش المقصه اللي ما اتلعبش اتعاد والاهلي كسب المقصه. ماتش الداخليه يا ساده لا يتعدى كونه ماتش بنجهز فيه لاعيبتنا لماتش اتحاد العاصمه. موضوع المركز الثاني ده اصبح بعيد اول ما اصبح الموضوع مرتبط بكلام واحد حلف بايمانات المسلمين كلها على ان الماتش هيتعاد وهو مش هيتعاد، وعلى نتيجه فريق غيرنا المفروض يحققها. الحكايه بعيده، طالما بعيده عن ايدينا ورجلينا، فبلاش نرسم امل ونتعلق فيه. وكمان لازم يكون واصل للعيبه ان فرصتهم الوحيده انهم يلعبوا دوري الابطال الموسم اللي جاي انهم يفوزوا بالنسخه دي، غير كده شكليات. بالله عليكم مش عايزين نبوظ الدنيا على نفسنا بنفسنا. عاش الزمالك.
نهاية الحلقة، أتمنى أكون خفيف عليكم، وإن كنت تقيل أو هترتاحوا مني شهر. هتوحشوني، ولغاية إن شاء الله بعد العيد عاش الزمالك. بالمناسبة الصفحة شغالة والهاشتاج شغال، إن شاء الله نتواصل معاكم من خلالها. من هنا لآخر الشهر، كل سنة وأنتم طيبين كلكم. يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك.